والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله الصهولي من قناة فريلانس سكول. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي توثق حسابك على موقع فريبك. يلا بينا يلا بينا. بص يا سيدي، في البداية خالص أنت هتخش على موقع فريبك وتخش على سيل كونتنت. طبعا أنت مسجل إنك كونتريبيوتر أو مساهم على موقع فريبك، فبتعمل لوج إن أو تسجيل دخول. تمام، احنا هنخش بالحساب بتاعنا. بعد ما بتعمل تسجيل دخول بتدخل على invoicing and agreements اللي هي الفواتير. طبعا بيقول لك برضه اعمل لوج ان، هنعمل لوج ان اللي هو تسجيل دخول كده. بص يا سيدي، عشان توثق الحساب بتاعك، طبعا انا الحمد لله موثق الحساب بتاعي. عشان توثق الحساب بتاعك لازم تخش على حاجه اسمها ماي دوكيومنتس. ماي دوكيومنتس بتدخل عليها وبترفع فيها الاي دي بتاعك. ايه الاي دي بتاعك ده؟ اللي هو البطاقه الشخصيه. بص يا سيدي، انا طبعا مش هجيب البطاقه الشخصيه بتاعتي، هجيب بطاقه شخصيه من على النت هنا عشان اوريها لكم يعني. تمام، انما طبعا رفع البطاقه الشخصيه بتاعتي. تمام، وليكن هنا نخش على الصور. احنا بس هناخد مثال كده، اي واحد من دول مثلا، ليكن ده مثلا. بص يا سيدي، انت هنا بترفع، هنا بتيجي عند ابلود اي دي دوكيمنت. تمام، وبتكتب هنا الايشيو ديت. الايشيو ديت ده اللي هو مكتوب هنا، هو مش ديت ولا حاجه، بس هو رقم بيتكتب. تمام، اللي هو ده. تمام، وبعدين هنا expiration date. الاكسبيريشن ديت في رقم من ورا كده من خلف، بيقول لك تاريخ انتهاء البطاقه. تمام، طب نكتب بطاقه شخصيه من الخلف عشان نوضح بس للناس اهي. بص يا سيدي، هنا المفروض هو طبعا هنا ده تاريخ انتهاء البطاقه، فبتكتب تاريخ الانتهاء بتاع البطاقه من في الجزء ده، وبتعمل ابلود اي دي اللي هو بتعمل ابلود للوش والظهر. احنا طبعا عاملين الابلود بتاعنا، فبعد ما بتعمل ابلود بتدوس اوكي بس يا سيدي. وبعد ما بتابلود الصورتين المفروض بيتراجعوا. تمام، وبعد ما بيتراجعوا المفروض بتاخد يا اما accepted او rejected. تمام، فهنا دي خلاص اتعمل لها accepted وحسابي كده متعرف، الهوية بتاعتي متعرفة على فريبك. طيب في حاجة تاني بخصوص التاكس او الضريبة. الضريبة يا سيدي، لو انت مش رافع نموذج ضريبي، تمام، فموقع فريبك هيخصم 24% من الحساب بتاعك او من الفلوس بتاعتك على فريبك. يعني وليكن انت خلاص كونت 100 يورو. تمام، ف 100 يورو دول موقع فريبك هياخد منهم 24 يورو وهيديك الباقي، هتسحبه على الباي بال. هنا طبعا انت بعد ما بتعمل خلاص احنا لو انت مبتدئ على موقع فريبك، فانا ما انصحكش انك تعمل النموذج الضريبي الا لما يكون معاك مبلغ وقدره على فريبك. اعمل وقتها النموذج الضريبي لانك هتدفع ضرائب كل سنه. تمام، فممكن تخش فريبك وتعمل النموذج الضريبي وكل حاجه، في الاخر انت متكملش اصلا على موقع فريبك، شايف ان ده مجهود زياده او بياخد منك تايم زياده. فانصحك الاول انك تكون على فريبك، تقعد فيه فتره، وبعد ما تكون فلوس فيه كويسه تعمل النموذج الضريبي وترفعه على الموقع. بعد ما بنوثق الهويه، تمام، عند ماي دوكيومنتس دي ممكن نيجي عند البيلينج انفورميشن اللي هو حته الدفع او السحب يعني. طيب البيلينج انفورميشن دي هنا الاي دي نمبر ده اللي هتكتبه هو اللي موجود في البطاقه الشخصيه من ورا. تمام، من قدام قصدي،
اللي احنا شفناه هنا، اللي احنا شفناه فين؟ عايزين بطاقة من قدام، هي ده اللي شفناه ده. ده الاي دي نمبر اللي هو الايشيو نمبر، تمام. تكتبه هنا وهناك، وبتكتب رقم تليفونك، وبتكتب باقي التفاصيل دي اللي هي الادرس والفون نمبر والبوستال كود، والايه والسيتي والكونتري، وبتكتب الباي بال بتاعك، سواء انت هتكون البيمنت بتاعتك ميثود سواء باي بال او بايونير. انا البيمنت بتاعتي هتكون باي بال. الباي بال اللي هو هتسحب فلوسك ازاي؟ من موقع باي بال ولا هتسحبه من موقع بايونير؟ فانا هسحبه من باي بال، وده الاكونت بتاع الباي بال. ده الايميل بتاع الباي بال، لو حد هيحول لي فلوس يعني يحول لي على الايميل ده. وبتعمل سيف تشينجز، وده بيقارن البيلينج انفورميشن بالماي دوكيومنتس، بيقارن اي دي نمبر، والاتنين لو تمام خلاص بيديك اوكي، وانت اكسبتد معاه وكده، وثقت الهوية بتاعتك ووثقت البيلينج انفورميشن اللي هي ازاي انك تسحب الفلوس من الموقع فري بيك. وبكده احنا نكون وثقنا الهوية بتاعتنا على موقع فري بيك، وبكده انت ممكن تشتغل بسهولة ومرتاح. انت عارف في الاخر فلوسك هتسحبها ازاي، وتشتغل كده بأريحية على الموقع، ترفع التصاميم الناس تحملها بعد فترة معينة، ان شاء الله تكون ال100 يورو وبعدين تعرف تسحبهم. هل في شروط ان انا اسحب الفلوس دي؟ لازم تكون 100 يورو لو انت هتسحب من الباي بال. لو انت تسحب من الباي بال لازم تكون 100 يورو، لو هتسحب بايونير يبقى 50 يورو. بس ده كده درسنا النهاردة على موقع فريبيك، وده ان شاء الله اخر درس على فريبيك. فيا رب اكون فدتكم بالسلسلة الجميلة اللطيفة دي، وان شاء الله استنونا الكورسات اللي جاية. ان شاء الله هيكون في كورسات ممتعة، فما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب للقناة وشير. ويا رب اكون فدتكم بلو معلومة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.